انت قرأت الدستور ولا لا؟ يا عم انا راجل مسلم وكلنا نبقى مسلمين، ومش عارف اني ليه المعارض يضرب في مؤيد ومؤيد يضرب في معاند. انا بفتح التلفزيون بشوف ده هم، بقول لا حول ولا قوه الا راحت فين مصر؟ هي المعارضه عايزين ايه؟ يسيبوا البلد تهدى. الراجل بيطلع على ما بيعمل خطوه يطلع له كذا مليونيه، على ما بيجي يعمل المليون بيتكلف كام؟ هو اللي بنصف ميدان التحرير ما هو بيتعالج على حسابي وحساب الغلابه. هو مين اللي بيتعالج على حساب مين؟ ما هو بيتعالج على حساب الغلابه. هو شاطر اللي يضرب دي، شاطر اللي يوجع من عند دي، ايه اللي اخرتنا يا عم؟ عايزين يا عمي حرام كده. سيب الراجل له 4 سنين يا عمي، عمل لنا حاجه؟ عمل حاجه؟ اهلا وسهلا. ما عملش حاجه. كل دستور، كل راجل مثلا في حزب يقول الحزب ده هو عمل للدولة كذا، الحزب ده هو عمل كذا، كل واحد نجتهد نعمل، نشوف احنا الحزب اللي بيعمل احسن، يجي في الانتخابات اللي جايه يقول والله ده هو اللي كان اصلح لنا. بس ادي القصه. انما قصتي ان انا اكتر واقف في الشارع وبطح دي وده يبطحني وموت دي وده يموتني، حرام ده ولا حلال؟ احنا اليهود ما يرضوش يعملوا فينا كده. ما نقدرش نموت واحد يهودي، ما نقدرش نموت واحد مسيحي. ليه نموت بعض؟ ليه نموت بعض؟ ده حرام يا راجل. طب ايه المطلوب من الرئيس مرسي عشان يوحد الصف ويمنع الاقتتال في الشارع؟ والله الرئيس مرسي محترم وراجل قد الدنيا، واللي حواليه الراجل الدكتور هشام قنديل وكلها وزاره محترمه، بس عايزين نديلهم فرصه. ما هم مش مديلهم فرصه المعارضه. زي ما كان واحد في المعارضه انا سامع التلفزيون ديك النهار واحد بيقول له اشمعنى ابو تريكه جاب الجون برجله ما جابهوش بدماغه من المعارضه؟ قال لا ايه يا عم الله يهديك، يعني لو جبت لهم لبن العصفور. هو الراجل اللي بيعرض، لو عندك ابن معارض في بيتك، لو عندك ابن معارض في بيتك وان شاء الله تكتب له البيت كله، هو معارض، هو معارض. حرام حرام. يا عمي ما نجابش دين الاسلام. احنا عايزين نحط الغلابه قدام عينينا، عايزين نحط المساكين قدام عينينا، عايزين نحط الفقراء. هو لو انا راجل عندي انتماء وراجل عندي مصلحه البلد وحزب معارضه وحزب، اشوف الغلاب هم معاهم ملايين وعليهم يركبوا طيران ويطلعوا الصبح، انما الغلبان اللي هندس في الرجلين الحوت هيبلع اللي بسارية، واحنا بسارية في وسطهم. والنبي تقول لهم كده، قول للبرادع كده، قول للبرادع خف عننا شويه. انت وجه رساله لكل السياسيين المصريين كلهم. اقول لبتوع المعارضه كلهم علشان النبي، علشان رسول الله، احنا كلنا مسلمين، لا احنا عايزين نبقى حزب وسط ولا حزب بتاع ولا، احنا كلنا بنقول لا اله الا الله. واحنا كلنا مش بنصلي مع بعض. طب ايه فرق دي من دي؟ انا مش عايز اعرف يا اخي. يبقى اليهود يعملوا فينا ايه بقى؟ اذا كنا احنا هن على بعض، احنا مش هن على بعض، امال اليهود يهنوا اي يعملوا فينا ايه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوه.